مآسي اللاجئين السوريين لا تنتهي، فالعشرات منهم تقطعت بهم السبل في شوارع اليونان بعد هروبهم من بلادهم بطرق غير مشروعة وغالبا عبر البحر. وقد سجلت مآسي كثيرة ضاعت فيها حياة عشرات السوريين الهاربين من العنف القاتل إلى غدر الأمواج. المسافة بين تركيا وجزيرة ليسفوس اليونانية عبر البحر لا تتجاوز 12 ميلا، لكن سامر ووالدته قطعا هذه المسافة مرتين أثناء محاولتهما الهروب من سوريا بواسطة هذا القارب الصغير. سفينة كبيرة أوقفت قاربنا وأخذتنا إلى الحدود البحرية قبل أن تأتي سفينة تحمل العلم التركي أعادتنا إلى تركيا. خفر السواحل أعادهما إلى تركيا في المرة الأولى، لكنهما نجحا ثانية في التسلل إلى الشواطئ اليونانية. يواجه عشرات السوريين يوميا خطر الغرق أو الاعتقال أثناء الهروب إلى اليونان بمساعدة مهربين يستخدمون قوارب بدائية صغيرة. يحدث ازدحام على هذه القوارب، هي لا تتسع لأكثر من 10 أشخاص، لكن 30 و40 شخصا أحيانا يكونون على متنها، تكون قريبة من سطح الماء لذلك يصعب ملاحظتها. شقيق أحمد وزوجته وأطفالهما الثلاثة حاولوا الفرار من حلب، لكن عملية الفرار انتهت بمأساة، غرقوا جميعا أثناء العبور إلى اليونان. بفكر باللحظة اللي مات فيها كيف مات، عم حاول أفكر كيف مات، إنه أخوي مات وماتت معه عائلته كلها. عم بفكر إنه يا ترى مات أبو الأطفال ولا ماتوا أطفاله قدامه، ولا قديش تعذب عجب يا هل ترى. في الأشهر القليلة الماضية غرق قاربان بالقرب من الشواطئ اليونانية، قتل الركاب 28 الموجودون على متنهما، بينهم شقيق أحمد وعائلته، لكن اللاجئين يستمرون بالعبور. أكثر من 1000 سوري تسللوا إلى اليونان عبر البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. مريا شحادة، العربية.